يا مساء القمر على الناس القمر، وحشتوني كتير يا بنات. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. قرأت امبارح اظن كل كومنتاتكم ورديت عليكم، فبجد كومنتاتكم جميله جدا، وبجد والله العظيم انا مبسوطه قوي ان في ناس لسه جديده اصلا اول مره تشوفني، وفي طنطات كبيره بتتابعني. فبجد انتوا شرف ليا والله العظيم ان انتوا اصلا بتتابعوني. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وان شاء الله بجد انتوا اللي هتبقوا السبب في الاستمراريه ان انا انزل كل يوم فيديو، عشان اشوف بجد الكومنتات بتاعتكم الجميله دي وتشجيعاتكم. ربنا يا رب يخليكم ليا. ما تنسوش اهم حاجه تعملوا لي لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو عشان اقرا الكومنت بتاعك واتشجع كده ان انا كل يوم انزل لكم فيديو. بصوا بقى، بما انكم مفرحيني الفتره دي قوي، فانا ناويه ان شاء الله انزل لكم كل فيديو بقى مختلف عن الفيديو اللي قبله، ويكون برضو ترويق وتشجيع، وهديكم النهارده افكار حلوه جدا جدا للفتره اللي جايه عشان تتشجعوا كده وتتنشطوا وتخلصوا كل اللي وراكم قبل الدراسه. وهقول لكم تعملوا ايه بالظبط في الفيديو ده. بصوا يا بنات، انا اول حاجه طبعا انا عملت معاكم اوضه النوم وخلصتها، الكلام ده بقالنا كام يوم، وغيرت نظامها خالص والكلام ده كله، بس قلت لكم ان لسه الدولاب لسه محتاج ان هو يتروق. فانا الدولابين اللي عندي بتاع اوضه الاطفال وبتاع اوضه النوم، الاتنين دول محتاجين ان هم يتروقوا. فده ان شاء الله في فيديو تاني خالص هروقه معاكم. وعملت معاكم الليفنج وروقته ترويقه حلوه برضو، وروقت معاكم وريتكم يعني اوضه الاطفال برضو وروقتها. اوضه الاطفال عندي عشان صغيره فمش بعرف ان انا اصور فيها، بس وريتكم يعني قبل وبعد في الفيديو اللي فات، ووريتكم نظام الاوضه بقت عامله ازاي وكده، وظبطتها وكده في الفيديو. تمام. النهارده بقى كان عندي فاضل لي الريسبشن وفاضل لي التويليت، وطبعا عندي هدوم كتيره جدا محتاجه ان هي تتغسل. فانا الفتره دي كل يوم بغسل هدوم وبروق وبنضف، بس عايزه اقول لكم ان انا ما بجهدش نفسي في التنظيف وفي الترويق. يعني انا بروق كده من على الوش بس. بعمل ايه؟ بشيل الهدوم كلها اللي انا مثلا غسلاها وكده على الصاله، بروقها وبحطها في الدولاب مش متروقه. تمام، عشان زي ما قلت لكم انا كده كده اصلا هروق الدولاب كله. تمام. انا النهارده برضو هتشوفوا انا بروق ازاي. انا بروق من على الوش بس، يعني انا مش بروق ترويق عميق ان انا امسح واشيل سجاد واغسل سجاد وانزل ستاير والكلام ده كله، لان ده كله هيتعمل قبل الدراسه. تمام. فعشان ما تعبش نفسي بقى قبل الدراسه واحس ان انا عندي هدوم كتير عايزه تتغسل وسجاجيد عايزه تتغسل ومراتب والكلام ده كله، انا بصوا السجاده دي اصلا بتاعه المطبخ وكنت غسلاها. تمام، ده كله هيتشال. وقبل الدراسة هنفرش سجاد تاني خالص ان شاء الله بإذن الله، جاي لي بديل سجاد للشقة كلها، فهنغسل بقى وهنروق وهنفرش ده كله حاجة تانية خالص بإذن الله قبل الدراسة. تمام. المهم الأول أنا روقت كده ترويق اللي هو شلت الهدوم، وروقت كده الصالة ورتبتها كده كويس. أنا كنت حابة بصراحة النظام ده، ومسحت المراية بتاعتي والدنيا عندي كده بقت زي الفل من على الوش بس. تمام. المفروض بقى ان انا الفتره الجايه اعمل ايه؟ اشيل بقى الستاير اغسلها، اشيل مثلا السجاد اللي في الارض ده اغسله كل يوم بقى، ايه ايديا كده في الشقه، ايه تلميعه كده خفيفه للعفش كله، إيه كده فاهميني. إيه كل يوم مثلا لو انا هعمل مثلا بالماب ولا حاجه كده ترويقه بس تدينا طراوه مش اكتر. لكن الترويق اللي هو العميق لسه طبعا مش هنعمل دلوقتي. انا بحب امسك كل حاجه اروقها ترويقه حلوه. يعني مثلا النيش كله هنزله وهروقه وهرتبه تاني، وهنضف طبعا التراب والحاجات دي كلها. البار عندي اوريدي اصلا كده كده مقفول، فبيبقى على طول بصراحه نظيف، عشان كده ما بحتاجش ان انا اعمله ولا ارتبه ولا اي حاجه. تمام. في بقى الصيني وفي الاكروبال وفي بقى كل حاجه يعني. تمام. بصوا التيبل دي كلها كانت عليها حاجات من المصيف، فما كنتش لسه روقتها ولا كنت طلعت اصلا الصاله، والصاله عندي كانت بصراحه مش حابه ان انا اطلع اروقها، بس قلت بقى النهارده بما ان يوم الريسبشن فانا قلت اطلع كله اروقه معاكم النهارده. تمام. شلت كل الحاجات اللي كانت على التيبل كلها ومسحتها، لان النعناع ده كان واقع كده على التيبل ومعفر كتير قوي، فشلت كده ومسحت كله. وهشيل برضو المفرش دلوقتي بتاع التيبل برضه عشان محتاج ان هو يتنضف. هشيل بقى المروحه والاير فراير عشان هقول لكم دلوقتي هعمل ايه. الاير فراير دي ان شاء الله هعمل لكم عنها ريفيوهات حلوه قوي قوي، وهقول لك تستخدمي فيها ايه وتعملي فيها ايه. انت حرفيا هتعملي فيها كل اكلك، كمان بقى دخول الدراسه بقى واكل هيلسي عشان ولادك، عشان طبعا لو في بيروحوا في الباص او كده او مشوار طويل ما يعني ما يتعبوش وكده، وبطنهم بقى تتقلب طول اليوم والجو ده، ولازم يكونوا خفاف كده. حتى في اللانش بوكس والحاجات دي هدوكوا افكار حلوه قوي قوي السنه دي يا بنات بجد. هنا همشي معاكم يومي كامل
هناك على الفيس، يعني هتبقى حاجات كده مقتصرة، بس حاولوا تتابعوا هناك الستوري عشان هيعجبكم جدا، وهتشوفوا برضو حاجات اجزاء ممكن تكونوا مش هتشوفوها هنا. تمام. بصوا انا رجعت هنا السفرة عشان الصالة عندي كانت ضيقة قوي، ودخلت الشقة كده كنت حاسة ان هي ضيقة كده وخانقة، فقلت لا هي كده كده اصلا اوريدي الحتة اللي جنب السفرة كانت فاضية، فمش محتاجة ان هي تفضل فاضية كده، ما بستغلهاش في حاجة يعني. فرجعت تاني السفرة عشان اوسع بس المنطقة دي كلها، وهرجع برضو البنكات تاني مكانه عشان يبقى جنب الباب، عشان ما يفضلوش داخلين الحتة دي كلها كده ويبهدلوا لي بقى، وافضل كل شوية اكنس والحاجات ديت وامسح وكده. فخليت البنكات كده جنب الباب بحيث ان هم في الشتاء لما يلبسوا يطلعوا على طول على الباب يعني، بجيب لهم الشوزة بتاعتهم والبسهم وخلاص. بصوا بقى حطيت هنا المروحة عشان برضو احنا بنلبس وكده بيبقى الجو بيبقى حر في الفترة دي بس كده، وبعد كده هبقى اشيلها. همسك برضو البار، كان عليه بقى برضو كتب وحاجات من دي، وفي كراريس وحاجات من دي المفروض ان هي برضو يعني اشيلها وكده. خلاص بقى ده كان بتاع السنة اللي فاتت عشان احط بقى للسنة الجديدة بإذن الله. احنا ان شاء الله ميعادنا تقريبا يوم 19 او يوم 17 مش فاكرة في الدراسة، مش عارفة انتوا عندكم الدراسة هتبدأ امتى لان طبعا كل مدرسة بتختلف يعني. بس احنا ان شاء الله اياد عندي هيبدأ يوم 19 او 17 مش فاكرة بالظبط الميعاد، لسه ميعاد ليان لسه ما تحددش. تمام. حطيت بقى المفرش وهشيل الاير فراير هدخلها جوه، عشان هبقى ان شاء الله اعمل لكم عنها ريفيو، وهقول لكم افكار حلوه جدا جدا ليها زي ما قلت لكم. هطلع بقى الباسكت بره، وان شاء الله برضو لسه عند باب الشقه وقدام الطرقه دي كلها همسحها وهخليها زي الفل برضو، عشان انا محتاجه اصلا اطلع انضف برضو الطرقه كلها. تمام. همسك بقى المكنسه وهعمل ده كله كان فيه وقع من النعناع كده على السجاده، فكنستها كلها. تمام. انا كده خلصت الصاله كده من على الوش وروقتها ترويقه حلوه، بحيث بقى لما اجي اروق بقى الترويقه اللي هي العميقه يبقى بالنسبه لي الدنيا نظيفه حواليا، ما يبقاش في كركبه حواليا، فاحس ان انا مش عارفه الم من هنا ومن هنا. فانتوا حاولوا الفتره دي على قد ما تقدروا ايديكم على طول تكون في الشقه. يعني انا مثلا كنت عامله معاكم الليفينج اصلا، تمام، بس احنا بنقعد فيه بالليل شويه، الولاد بيطلعوا يلعبوا، ف يعني كانوا موقعين كده الكفر ما كانش مترتب، فانا بقى ايديا على طول فيه، اعدل بقى الليفنج ارتبه كويس، ما يبقاش فيه كركبه، يعني الكركبه خلاص اصلا شلتها كلها منها. بقت دلوقتي عباره عن يعني اللي هو لو مثلا زي استقبال كده، عارفين اللي هو الجو الاستقبال هو بيبقى قعدته بتبقى كده يعني، لكن ما فيهوش لا كركبه ولا العاب ولا الكلام ده خالص، ولا عاد بقى فيه تلفزيون ولا الكلام ده. فالدنيا بالنسبه لي هنا بقت نظيفه. بس انا بقى ايديا خلاص بقت في كل ركن في الشقه اللي انا روقته، عشان زي ما قلت لكم قبل ما اروق الشقه ترويق عميق يكون بالنسبه لي الدنيا نظيفه والدنيا هاديه. بصوا كده خلاص خلصت الليفنج. ادخل بقى على المطبخ. طبعا انتوا عارفين اوضه الاطفال ان هي نظيفه اصلا وما فيهاش كركبه بقى ولا فيها اي حاجه. تمام. هدخل بقى على المطبخ برضو هروقه. المطبخ كده كده برضو كل يوم بيبقى فيه كركبه وفيه مواعين والحاجات دي. هشغل بقى الراديو، بحب اسمع الراديو قوي يا بنات وانا شغاله في المطبخ كده، يعني بيشجعني وبيخليني ان انا ببقى مش مركزه انا بعمل ايه، فاهميني اللي هو الترويق بيعدي بسرعه معايا. شلت بقى كل الفوط بتاعه المطبخ وحطيتها في الغساله عشان اغسلها. تمام. وشغلت غساله الاطباق لان كان فيها مواعين من امبارح وانا نسيت اشغلها خالص، فشغلتها. والمواعين اللي موجوده دلوقتي هستنى لحد ما الغساله ما تخلص وهدخلها تاني. طالما في حاجه محتاجه ان هي تتغسل في الغساله ما بغسلهاش على ايدي، لكن الصواني والحاجات اللي هي البلاستيكات والحاجات دي كلها، طبعا مش كل البلاستيكات زي ما قلت لكم قبل كده بتخش الغساله. هشيل بقى كل النعناع ده، هو قال لي لفيه كويس قوي زي ما هو كده في الورقه وسيبيه عشان يعني يفضل محتفظ، يعني مش عارفه بقى بس هو كده كده ناشف يعني ان هو مش يبوظ او كده، وقال لي برده حطيه في الهواء. فانا بتبع التعليمات وخلاص. بس عموما نعناع مطروح حلو قوي. انا كل يوم بجد لازم بعد الغدا اشرب لي كوبايه شاي كده بنعناع، بجد النعناع طالعه تحفه. تمام. هشيل بقى كل المواعين اللي في الحوض دي وهحطها هناك على الصينيه، عشان ده كله هيخش الغساله. زي ما قلت لك كل يوم حاولي تروقي او تعملي حاجه. النهارده مثلا هتشيلي الستاير كلها، هتغسليها وهتطبقيها وهتسيبيها. السجاد عندك لو انت مثلا مش هتفرشي سجاد تاني، السجاد عندك من دلوقتي امسكيه كله اغسليه وعينيه ولفيه وعينيه. تمام. كل يوم برضو ايدك في تطويق العفش والحاجات دي كلها. مش عارفه انتوا جبتوا الملمع اللي انا قلت لكم عليه بتاع الخشب ولا لا؟ الملمع ده بيقعد معاكي 6 شهور. التلميع زي ما هو عازل للتراب. كمان لو انت عندك
يعني الترابيزه اللي عندي بره في الريسبشن بره رخام، برضو بيلمع رخام معاكي برضو لمده 6 شهور، ومش هيجي عليه تراب نهائي. عندك مثلا شيش او كده اللي هو بتاع البلكونات، برضو مش هيجي عليه تراب، لانه زي ما قلت لكم عازل للتراب وملمع بقى وتحفه جدا. فده برضو بيبقى حلو جدا الفتره دي ان احنا نلمع برضو الخشب بتاعنا عشان يقعد معانا بقى 6 شهور كده في حته التراب بقى والفتره دي، وكمان عشان الشتاء والحاجات دي كلها يفضل الخشب بتاعك نظيف، سواء يعني بره في البلكونات والكلام ده كله، او سواء عندك جوه في الشقه يفضل العفش بتاعك متلمع كده ونضيف، وما تفضليش بقى كل شويه تطوقي فيه. تمام. فده برضو ان شاء الله همسك الخشب كله برضو في يوم كده اروقه كله كده، ايه، من التلميع، من ترويق، من التنظيف والحاجات دي كلها، خلي العفش بتاعي زي الفل. فمن يوم اول 5 كده في الشهر باذن الله اللي جاي ان شاء الله ان عشنا وكان في عمر، همسك كل يوم اوضه من دلوقتي. بس اللي هشيله السجاد، هشيل الستاير هغسلها وهطبقها وعينها. السجاد من دلوقتي هشيله واغسله وعينه برضو. تمام. عشان زي ما قلت لكم هيجي لي سجاد تاني هفرشه. بعد كده بقى يبقى فاضل لي العفش ان انا اطوقه، امسك الدولاب ارتبه من تحت الستاير، انضف كويس. عندي الشبابيك مثلا بتاعتي انضفها، المع لو في ازاز في الاوضه المعه. يبقى انا كده بالنسبه لي الدنيا سهله وبسيطه. الملايات بقى اللي هشيلها من كل اوضه هتبقى بالنسبه لي الدنيا سهله، ومش عندي هدوم ولا كركبه كتير في غسيل الهدوم، عشان انا اوريدي اصلا غسلت وخلصت كل اللي ورايا. فمن دلوقتي برضو حاولي ما تكركبيش دلوقتي هدوم خالص، عشان انت هتحتاجي ان انت لسه تغسلي مثلا لو في كفرات مراتب، كفرات انتريهات، الحاجات دي كلها برضو هتعمل معاكي كركبه هدوم وكده. تمام. فانت اول باول بقى اغسلي كل الهدوم اللي عندك، وما تسيبيش كركبه عندك هدوم ولا الكلام ده، وسيبي بس على قد الملايه اللي هتشيليها من الاوضه، على قد الكفر مثلا اللي هتشيليه من الانتريه او الصالون او كده، يبقى حاجتك كده بسيطه في الغسيل. تمام. فده اللي انا هعمله الفتره اللي جايه. انا قلت لكم بالظبط انا هعمل ايه، عشان كده انا بروق معاكم كده من على الوش بس، مش بروق ترويق عميق. المطبخ مثلا هياخد يوم كامل لوحده. هنغسل طبعا الشفاطات، هننزل كل الدهون دي زي ما وعدتكم باذن الله. هوريكم الدهون دي كلها هنزلها ازاي بسهوله، سواء من تحت المطبخ، سواء على المطبخ، سواء على الرخام، سواء على الحوائط. الحاجات دي كلها برضو هنروقها برضو مع بعض. ومن جوه برضو المطبخ هطلع كل الحاجات اللي جوه في المطبخ وهغسلها برضو، وهطوق كده الخشب برضو من جوه، هو خشمونيوم فمن جوه كده زي المونتال. تمام. فهروقه برضو وهنضفه كويس قوي من جوه، وهرتب برضو المطبخ من جوه كده. تمام. ده اللي انا ناويه اعمله الفتره اللي جايه. فعشان كده انا من دلوقتي بسهل عليا الدنيا، ما بقاش كل اوضه نضفتها ترجع تتكركب تاني وتتبهدل تاني. لا، الاوضه اللي مثلا احس ان هي بدات تتكركب هروقها تاني، وهروقها ترويق برضو ايه من على الخفيف كده، بحيث ان هي تفضل نظيفه. تمام. انا عملت معاكم الليفنج، انتوا تقريبا يعني شايفين ان انا عملته ترويقه نظيفه وحلوه وكل حاجه، بس لا، لسه برضو عندي الشباك، لسه عندي الستاير. غيرت السجاده عشان كان عندي اصلا سجاد بغير عليه في الليفنج، فحطيت سجاده تانية. فيعني عارفين لسه برضو في شويه حاجات كده محتاجه ان هي تتروق. تمام. فمن اول يوم 5 بقى ان شاء الله الشهر اللي جاي هتلاقوا بقى ترتيبات المدارس كلها وتحضيرات المدارس، عشان بنات كتيره كتبت لي فين يا دودو تحضيرات المدرسه. ان شاء الله من اول يوم 5 كده هنبدا بقى نظبط مع بعض، عشان احنا عندنا الدراسه يوم 19. اكتبوا لي كده في الكومنتات المدارس عندكم امتى واتحددت، وعرفتوا خلاص المواعيد ولا لسه؟ احنا عندنا لسه اول حاجه اتحددت زي ما قلت لكم يوم 19، مش عارفه لسه بقى ليان هتبقى امتى. تمام. هغسل بقى البوتل كلها بتاعتنا، عشان انا بحب دايما احط جنبنا الميه، عشان الولاد ساعات بيبقوا عايزين يشربوا. انا برضو بحط الازازه بتاعتي جنبي، عندي ازازتي اصلا بحطها جنبي. بس اللي هو ترويق اليومي، يعني انتوا عارفين انا بروق معاكم الترويق اللي هو اليومي، مش بروق معاكم ترويق عميق، وفي نفس الوقت برضو بشجعكم وبديكم افكار بحيث ان انتوا تلحقوا تخلصوا اللي وراكم قبل تنظيفات المدرسه. تمام. هنضف بقى، اشيل بقى كده خلاص كل اللي في الحوض خلاص. تمام. هنزل بقى كل المواعين دي اللي هي اصلا هتخش الغساله، وهغسل بقى الصينيه، وانا كده خلصت كل اللي ورايا كده. شقتي بقت زي الفل، ما فاضليش بس الا التويلت. بس ان شاء الله برضو احاول ان انا اعمله معاكم، بس انا بتحرج جدا بصراحه في غسيل التويلت ده، ان انا يعني انضف التويلت كله معاكم بصراحه. بس هشوف كده، واحتمال باذن الله اخده لكم كده جوله برضو وتنظيفه برضو حلوه ليه ان شاء الله. تمام. انا فاضل لي مره واحده بس اغسل، وابقى انا كده خلاص اللي هو النهارده، وابقى انا كده ما عنديش هدوم. هبدا بقى انزل زي ما قلت لكم الستاير وهغسلها، وهرتب كده دنيتي بحيث ان انا ابقى مستعده بقى لترتيبات او تنظيف الدراسه وكده. هلمع بقى كل الرخام.
بس انا كده خلاص خلصت، وكنت كمان مطلعه الغدا عشان اعمله. عملت كمان الغدا ونزلت جبت حاجات من تحت وكده، وخلصت كل اللي ورايا النهارده. ما ورايش اي حاجه في اليوم ده اللي هو كان امبارح. هو اليوم اللي بيتصور لكم يعني بيبقى قبليه بيوم يا بنات، تمام. بس ان شاء الله في دخول الدراسه هيبقى اليوم بيومه، يعني لان الفيديو كده كده اصلا بينزل لكم الساعه 7. فمش هحتاج يعني هيبقى معايا وقت كبير ان انا اصور وانزل لكم باذن الله على طول. بس خلصت بقى كل حاجه. الباسكت برضو اللي هي الصغيره دي هشيلها برضو، و هطلعها برضو بره في الباسكت. وبقى انا كده خلصت مطبخي وما عادش في حاجه. هحط بس بخور عشان بحب احط بخور قوي بعد ما بخلص. والراديو عندي كان شغال. وكده خلاص خلصت المطبخ بتاعي. متنسوش بقى تعملوا لي لايك، ومستنيه الكومنت بتاعكم الحلو. واشوفكم الفيديو الجاي. حلوين، باي باي.